السلام عليكم يا احلى متتبعين ومشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم امهات الاخوات؟ صراحه الناس من القراب ومن البعاد والناس اللي التحقوا بالقناه جداد، مرحبا والف مرحبا. كما كتشوفوا ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم فيديو من داري. كما كتشوفوا راني كنجمع في الدار. اليوم جايين الضيافه البنات، واخا كان عندي روبو النهار ديالي كنرتاح فيه، ولكن عندي الضياف اليوم ان شاء الله كيما كبروا بيا جايين عندي ان شاء الله. انا غادي نكبر بهم بداك الشيء اللي قسم الله. وكما تشوفوا هنا جمعت الصاله ديالي، وغادي نرجع نجمع الطبيله ديال الفطور. من بعد ما صالوا البنات الفطور سديت عليهم في واحد البيت، وبنيتي الكبيره تبارك الله راه كتعاوني الله يرضي عليها. وديما كنقول لكم البنات راه صعيب علينا بالنسبه للطومين ديال الناس اللي كيخدموا يعني على برا، واش يوفقوا ما بين برا والداخل. راني صعيب الاخوات كما كتشوفوا غير خفيف الجميع، يعني جمعت الدار غير شي حاجه خفيفه، ماشي غتفتخ مال ولا يعني نقص شويه ديال الغبره وشويه ديال هذا وصافي. لان هاد الايام كان العجاج البنات والله العظيم الا كرفسنا العجاج، واخا كنسدوا الشراج واخا دايرين الشباكي وهذا كاين العجاج البنات كيدخل بزاف. العيون معروفه في شهر 7 يعني تتكون عندنا الروينه ديال الرمله. وصافي البنات هنا غادي ان شاء الله نوجد الطبيله ديالي انا وبنيتي كما كتشوفوا. الهلاخ تالينا البنيات يا ربي، وليداتنا كاملين اللي خدامه لينا سواء بنات واولاد، يعني كلشي الحمد لله تيعاوننا. يعني كاين الولاد كاين البنات في هذا الوقت كلشي ولا تيتعاون. الله يحفظهم لينا ويحفظهم ليكم، واللي ما عندوش الذريه الله يفرحوا يا ربي في اقرب الاوقات. صافي البنات هنا ان شاء الله غادي نوجد الطبيله ديالي كما كتشوفوا. راه حطيت الحلوى والتمر وغادي ندخل ان شاء الله لكوزينتي باش نكمل معاكم. يعني الغديوه ولا ديما كنقول لكم البساطه، ما تنخبي عليكم حتى شي حاجه. وهنا رجعت باش نستف الخبز ديالي. بالنسبه للخبز البنات اليوم راني طيبته في المحل، عجنته بكري، عجنت الخبز ديالي في المحل وجبته للدار لان صعيب عليا باش نطيب هاد العدد كامل في الفران ديال الضو، لان عندي المشكل ديال الفران ثقيل شويه ما كيطيبش دغيا. ودرت البنات شي رفيسه واحد الكوموند ديال رفيسه 5 كيلو حتى هي خدمتها في المحل. عاد طلعت البنات لداري الحمد لله. كاين ليا العوين، كاينه اختي معاوناني وكاينه بنيتي، وهذا الشيء اللي كاين. وهنا البنات رجعت باش ندير السفه ديال الروز. الاخوات اللي بغات الطريقه انا اللي درتها يعني في الفيديو خاص بها. هاد السفه صراحه كتجي فنه ورائعه، يعني بشهاده الاخوات اللي جربوها وجاو شكروها ليا في المحل والله العظيم. الى الاخو اجتني واحد الاخت وقالت لي صراحه درتها بنفس الطريقه وطلعت زوينه والله البنات. لنا هاد الطريقه اللي خدمت بها السفه ديال الروز غير تبعوها في الفيديو اللي قلت لكم ديال السفه ديال الروز بوحدو، غادي تعجبكم وغادي يعني من اليوم ما غاديش تلقاو مشكل في السفه ديال الروز. يعني ساهله مهله ما كيكونش فيها شي تعب كثير. وصافي هنا تنغسل في المهنات ديالي والديتر ديالي غسلته خليته يتقطر. وصافي ان شاء الله غادي نرجع نكمل معكم الغديوه ديالي. ونتمنى يا البنات يعجبكم الفيديو ديال اليوم ويكون خفيفه على قلوبكم يا ربي. لان صراحه كما كنقول لكم العيالات فين ما ولاهم خصهم يحفروا. الا كنا في محلاتنا خصنا نحفروا، جينا لديورنا خصنا نحفروا، لان راه ما عندك ما ديري والله العظيم. ما عندناش البديل، ما علينا غير نصبر وصافي. وهنا رجعت باش نصايب ان شاء الله الشلاضه ديال الخضره ديالي اللي ديجا هبطتها هي من قبل. بالنسبه للرز راه سلقتوها البنات في الماء، وغادي ندير الذره والثوم وغادي ندير المايونيز هو. وهنا البنات عندي لادان ديالها كما كتشوفوا راني قطعته حتى هو وشرملته على حقه وطريقه. بالنسبه للادان البنات كندير فيه العطريه ديال اللادان خاصه. وبالنسبه للفلاني شويتها كنشويها فوق البوطه حتى هي غادي نقطعها ان شاء الله تقطع الصغير وغادي نزيدها على الرز. ودابا البنات الحال سخون، الوقت كتبغي غير شي حاجه يعني الشلاضه بارده، يعني شي حاجه اللي بارده هي اللي بغات دابا الوقت، وشي حاجه مشويه. صراحه هذا الشيء ديال الملح هو اللي كيجي في هاد الاجواء هذه. واخا العيون كما قلت لكم ما كايناش ديك الحراره اللي كاينه في الداخل، يعني مقارنه بالداخل الناس الصراحه يعني كاين الصهد بزاف بالمقارنه بمدينه العيون. العيون البنات واخا كتكون يعني الصهد بالنهار، ويعني بلي شويه كتروح الوقت وتيبرد عندنا الحال. ايوا هادشي اللي كاين البنات كما كتشوفوا. دابا ان شاء الله غادي نسالي الشلاضه ديالي وغادي نرجع باش نكمل الغديوه ديالي. والسفه ديال الروز اللي كطيب البنات درتها في البرمه
يعني كاتفور. وبالنسبه للحم البنات اللي درت اللحمه ديالي هذا في الكامله كيطيبوا حتى همايا غادي نشاركهم معكم. والحمد لله ديما كنقول لكم خصكم عزيزين على هاد الضياف الهلي خطيهم ليا انا بعدا البنات من الناس اللي كيبغيو الضياف يجيو عندها. واخا عندي مشكل ديال انني ما عنديش الوقت لضيافي ولكن نهار تنجلس تيعجبني يجي عندي شي حد. الحمد لله شي تربيناه يعني كبرنا به في ديورنا. الله يديرها لهم يا ربي رحمه ومغفره. الوالد الله يرحمه كان عزيز على دارنا ما كانش كتخويا البنات. والحمد لله شي تربيناه من والدينا ما كنقنطوش من شي حد تنفرحوا بالاس كنفرحوا الا جانا شي حد. والله العظيم هذا تربيناه على يعني هادشي عندنا وراث. الله يديرها لي رحمه يا البنات في قبره. ايوا هادشي اللي كاين. وهنا كما كتشوفوا الخبز ديالي كنقطعو نديرو في الشبيكه. وبنتي راه معاونه معايا كنوجدوا الغديوه. ديما كنقول لكم انا كيعجبني نوجد كلشي من قبل باش الا جاو الناس غنعطيهم وقتهم وغادي نجلس نتجمع واحد شويه. وبنادم فيها هذيك هي لقيتي غادي يرتاح يعني ويتجمع واحد شويه. انا ملي كيجيك الضيف داير تجلسي وتجمعي. ايوا هادشي اللي كاين البنات. صافي هنا كنوجد الغديوه ديالي كما قلت لكم. والضياف ديالي ما بقى لهم والو غادي يدخلوا. وهنا رجعت باش نصايب السلطه ديالي كما كتشوفوا درت غير الطبيصلات الصغار. هانتوما البنات درت البطاطا درت اللوبيا يعني داكشي اللي عندي اليوم في الكوزينه قضيت به. بالنسبه للخضره البنات اللي سلقتها بالليل لان كما قلت لكم كانت عندي رفيسه الصباح ديال الربو ديالي وسلقت كلشي بالليل درتو في الثلاجه. وهنا رجعت باش نصايب هذا ديال الهنريس اللي غادي ندير ان شاء الله الصفه ديال الروز. كما كتشوفوا الروز ديالي صافي بقات لي غير التفويره الاخرى غادي نحطو حتى هو. وصافي بنيتي هنا كما كتشوفوا راه معاونه معايا يعني ما خلاتنيش ندير غير يدي بوحدي هي والاخت. الله يحفظهم يا ربي ويسهل عليهم. والحمد لله كما كنقول ما كيجي عندنا غير اللي بغانا يعني حب العباد راه كنز من الله سبحانه وتعالى. وهنا رجعنا لاصوص ديال المرقه ديالنا تبارك الله ما شاء الله. الفيديو شاهد على كل جيجات عاقده يا البنات وخاطره يعني اللحمات راهم طابوا الزبده والله العظيم. وصافي ان شاء الله غادي نخضر بالبرقوق والبيض. وديما كيما كنقول لكم اختكم بالبساطه ما تنخبي عليكم حتى شي حاجه. يعني داكشي اللي كاين تنشاركو معكم. وهنا راه القطبان ديال اللدان راهم طابوا يعني كان الزوج اللي هو اللي كان تيشوي. صافي هادشي اللي كاين البنات. نتمنى كما قلت لكم نكون اليوم خفيفه على قلوبكم لانني كنمونطي هذا الفيديو البنات وفيا المود ديال العيا طلعت من المحل اليوم. كان كما قلت لكم كان العجاج والصهد. والله العظيم الا تنمونطي هذا الفيديو وعينيا كيتلاصقوا بداك العجاج. يولي الحمد لله ديما والشكر لله. والله يجعل مولانا يفرج علينا ويفرج على العباد يا ربي. وهنايا البنات كما كتشوفوا غادي نزوق التبصيل ديالي بالبرقوق كما قلت لكم. وغادي ندير شويه ديال الكوك. صافي اللحيمات كما تشوفوا راهم طابوا لاصوص البنات عاقد وخاتر. بالنسبه للطيابه البنات عزيز عليا صراحه نطيب من عشاق الطيابه البنات. انا كنبغي نطيب واخا عندي المشكل ديال ان المحل تيدي لي وقتي كامل صعيب عليا باش غادي كما قلت لكم باش غادي ندير نطيب في الدار. والخدمه ديال المحل صعيب عليا البنات والله لان كما قلت لكم ديما كنطلع عيانه. البنات قليل فين انا كندير العشاء لبناتي يعني تنديرهم كسكروت وكيمشيو ينعسوا بكثر داك العيا اللي كنجي لان كنطلع صراحه تنبغي غير نرتاح حتى نغسل يعني كنغسل حالتي وكنمشي نرتاح. ما تيبقاش ليا الوقت فين غادي نطيب شي حاجه ولا بداك كثرت العيايه البنات لان الانسان من الفجر هو خارج. واخا دابا العطله ما بقاش الا كنفيقوا مع الفجر يعني كنمشيو حتى لديك 7 ولا 7:30 ولكن العيايه البنات والصهد والعجاج يعني ما كيجي الليل صافي تلقاي راسك مهلوكه. والله العظيم انا عزيز عليا نطيب ولكن كما قلت لكم صعيب عليا نوفق ما بين الدار والخدمه. ولكن ديما الحمد لله والشكر لله على كل حال. الاخوات ما فيها باس نتوما كتفرجوا في هذا الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش بواحد اللايك وبارطاجيو الفيديو مع العائله وصحاباتكم واخواتاتكم وما تنساونيش. الله يسهل عليكم يا ربي.